السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم عن حاجة مختلفة شوية، وهي أزاي نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي صح في إنشاء محتوى ديني جميل. شاهد الفيديو للنهاية عشان تستفاد وتعرف الجواب. ثواني بس. هو لسه مش ضغطت على زر الإعجاب بالفيديو ومش اشتركت في القناة؟ طيب قبل ما نبدأ من فضلك فعل زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا. يلا إحنا منتظرين. طيب يلا بينا عشان نبدأ بقي. أولاً، مبادئ الاستخدام الصحيح للذكاء الاصطناعي في المحتوى الديني. الذكاء الاصطناعي مساعد وليس مفيد. يجب أن يستخدم كأداة للمساعدة في الصياغة، الترتيب، والإبداع الفني، وليس كمصدر أساسي أو نهائي للمعلومة الشرعية. التدقيق البشري والشرعي أولاً وأخيراً. يجب على شخص مختص بالعلوم الشرعية مراجعة وتدقيق كل معلومة ينشئها للتأكد من صحتها وخلوها من الأخطاء العقدية أو الفقهية. التركيز على القيمة والإلهام. استخدمه لإنشاء محتوى يلهم ويقرب الناس من القيم الدينية والأخلاقية، وليس فقط لحشو المعلومات. طرق عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. 1. تحسين النصوص والخطب، الصياغة والأسلوب. صياغة محسنة. يمكن أن يأخذ نصاً دينياً تقليدياً مثل تفسير آية أو حديث، ويعيد صياغته بأسلوب عصري وجذاب، أو بلهجة محددة كالشعر، القصصي، أو التحفيزي، لجذب شريحة جديدة من الجمهور. تسهيل المفاهيم. اطلب من تبسيط المفاهيم الفقهية أو العقدية المعقدة إلى نقاط سهلة الفهم أو رسوم بيانية نصية. إنشاء ملخصات، تلخيص خطب أو مقالات طويلة إلى نقاط رئيسية مكثفة وجاهزة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. 2. الإبداع المرئي والصوتي، الصور والفيديوهات. توليد الصور الفنية. استخدام أدوات توليد الصور لإنشاء خلفيات بصرية ملهمة وجميلة، مثل مناظر طبيعية، فن إسلامي، خط عربي، لتكون خلفية لاقتباس ديني. نجمة ملاحظة هامة. تجنب تماما استخدام لتصوير الأنبياء أو الصحابة أو أي صور قد تثير الجدل أو تخالف الضوابط الشرعية المتعلقة بتصوير ذوات الأرواح في سياق العبادة. إنشاء مقاطع فيديو قصيرة. يمكن المساعدة في ترتيب المشاهد، إضافة المؤثرات، والمونتاج السريع لمقاطع فيديو دعوية قصيرة. ريلز، تيك توك. 3. التخصيص والوصول، الترجمة واللغة. الترجمة الدقيقة. ترجمة المحتوى الديني الأصلي بعد تدقيقه إلى لغات مختلفة بدقة عالية، مما يساعد في نشر رسالة الإسلام عالمياً. التكييف الثقافي. مساعدة الدعاة في تكييف أسلوب خطابهم ليناسب الجمهور المستهدف، مثل استخدام أمثلة من واقع الشباب، أو التركيز على قضايا تهم مجتمعاً معيناً. 4. البحث والتنظيم، الدراسة والتحضير. تنظيم المراجع. مساعدة الباحثين والدعاة في تنظيم المراجع الدينية واستخراج الشواهد من القرآن والسنة بسرعة، ولكن يجب دائماً التحقق من مصدر إنشاء خطط محتوى. اقتراح خطط سنوية أو شهرية للمحتوى الديني، مثل سلسلة عن أسماء الله الحسن، أو دروس عن سيرة النبي، مع اقتراحات للعناوين الجذابة. محاذير يجب الانتباه إليها. الابتعاد عن الفتوى. لا تطلب من إصدار فتاوى. دوره هو المساعدة في الصياغة والتحضير، وليس اتخاذ القرارات الشرعية. عدم تضخيم المعلومة. بعض نماذج قد تهلوس هلوسينات وتنشئ معلومات خاطئة أو أحاديث مكذوبة، لذا التدقيق المرجعي أساسي. الحفاظ على الروحانية. المحتوى الديني يجب أن يحتوي على الروح والصدق البشري. تأكد أن المحتوى الناتج عن لا يبدو آلياً أو خالياً من الشعور. الخلاصة: الذكاء الاصطناعي هو أداة قوية لزيادة الإنتاجية والانتشار وجودة العرض، لكن المادة الشرعية والروحانية يجب أن تأتي من مصدر بشري موثوق ومخلص. خلاص الفيديو خلص، نتمنى تطوروا استفدتم وفهمتم من الفيديو، وشكرا على المشاهدة. ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.